السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. محمد الشيبي مدافع بيراميدز وباك رايت بيراميدز في النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا. الراجل طبعا راح السفارة الأمريكية واستخرج تأشيرة سفر أمريكية علشان يلعب البطولة مع النادي الأهلي. التفاصيل طبعا محمد الشيبي كلنا عارفينه يا جماعة، باك رايت نادي بيراميدز، عقده ممتد مع بيراميدز لمدة 5 سنين تاني أو 4 سنين، 3 سنين تاني، لأن 2028 مبدئيا مش دي القصة إن النادي الأهلي يا جماعة تواصل رسميا بشكل رسمي مع إدارة نادي بيراميدز بخصوص طبعا انتقال اللاعب محمد الشيبي إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة. طبعا على سبيل الإعارة دي حط تحتها مليون خط. ليه بقى؟ لأن مفيدة للنادي الأهلي ومفيدة لبيراميدز في نفس الوقت. ازاي؟ طبعا محمد الشيبي دلوقتي عنده 32 سنة. لو النادي الاهلي يفكر ان هو يشتريه كشراء، يعني بيع وشراء نهائي، الاهلي مش هيستفيد منه غير موسمين مثلا لحد ما يبقى عنده 34 سنة. الاهلي ما بيبص وبعد الموسمين ما يخلص نبص على عايزين ندعم الصف الثاني بباك رايت، احنا عايزين لاعب يكون مثلا عنده 27 28 يخدم الاهلي مثلا لمدة 4 5 سنين اللي قدام، يعني بعد كده نفكر في لاعب ثاني. لكن تجيب واحد عنده 32 سنة ياخد معاك موسمين وبعد كده تفكر انك تغيره، ده مش مفيد خالص للنادي الاهلي. ايضا مش مفيد لبيراميدز، وبيراميدز رفض الموضوع ده كله اصلا بيع شراء، لان ده ركيزه من ركائز اساسيه في نادي بيراميدز، وبالتالي هم جددوا له السنه اللي فاتت، عادوا كان ينتهي السنه اللي فاتت وجددوا له لمده 3 سنين تاني، 3 مواسم لحد 2028. فهم رافضين مبدا البيع لان هو ركيزه من ركائز نادي بيراميدز. تمام. ولكن على سبيل الاعاره طبعا اللي هي شهر مثلا اللي يحضر فيها كاس العالم، نادي بيراميدز مش هيخسر فيها حاجه. اللاعب عاوز يلعب كاس العالم مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يستفيد من خدمات اللاعب في افضل احواله حاليا. لما يجي النادي الاهلي يحضر معاك المده الزمنيه القصيره دي اللي هي شهر كاس العالم، فبالتالي الاهلي ياخد اكبر افاده منه، وفي نفس الوقت بيراميدز مش خسران اي حاجه. علشان كده النادي الاهلي لما تواصل مع بيراميدز بخصوص اعاره محمد الشيبي، بيراميدز ما رفضش ولا حاجه، وعنده مرونه كبيره في الموضوع ده، واللاعب موافق واداره بيراميدز موافقه طبعا. واللاعب راح النهارده السفاره الامريكيه زي ما قلنا في بدايه الفيديو، واستخرج تاشيره سفر الى امريكا علشان طبعا يحضر بطوله كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. ده يا جماعه بخصوص طبعا اللاعب. طبعا زي ما قلنا اللاعب من مواليد 1993، عنده 32 سنه دلوقتي، وما زال وهيستمر مع نادي بيراميدز، ولكن هيكون مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه على سبيل الاعاره فقط. ودي هتكون مكسب كبير للنادي الاهلي زي ما قلنا، هيستفيد منه وهو حاليا في افضل احواله، وفي نفس الوقت مفيش خساره على نادي بيراميدز لان اللاعب هيرجع له تاني بعد انتهاء فتره الاعاره. ده يا جماعه بخصوص طبعا محمد الشيبي مدافع وباك رايت نادي بيراميدز في النادي الاهلي طبعا في بطوله كاس العالم للانديه. ما تنسوش في النهايه الدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، السلام عليكم.